كان الجزء الثالث لمسيرة نبذ التعصب في الحقيقة اللي بتقوم بيها قطاعات الناشئين في الأندية مع النادي الأهلي، واللي بيتبادل فيها قطاع الناشئين الزيارات. هسيبكم دلوقتي مع مشاهد من هذا المهرجان اللي جمع ما بين النادي الأهلي وناشئي نادي إنبي، وبعدين نكمل فقرات برنامجنا. قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كابتن محمد عامر، النهارده المبادره الثانيه بعد نادي الزمالك، مبادره مع نادي انبي، ونادي انبي في البراعم يمكن حضرتك هم اشبه تقريبا، منافسه بينهم اشبه بنادي الزمالك والاهلي في الكبار. فحضرتك دي المبادره الثانيه لنبذ التعصب ونعم الروح الرياضيه، اكيد في معاني كتير قوي عايزين نزرعها في البراعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني بعد ما عملنا مع نادي الزمالك رايح جاي، كان في عندنا يومين وعندهم هناك يوم، وعملنا مع الاتصالات، عملنا مع المحله. النهارده بنعمل مع انبي، واحنا بنقصد ان احنا نعمل مع كل الانديه بغض النظر عن اسمائهم او قوتهم الفنيه او قوه المنافسه بيننا وبينهم. وحبذا لما يبقى في منافسه بيننا وبين نادي بيبقى دايما بيبقى في شد عصبي، فاحنا عايزين نمحو هذا الشد ونقولوا لا للتعصب، وده شعار احنا خدناه على عاتقنا، وان احنا ان شاء الله يبقى مفيش تعصب، مفيش احتقان. الموضوع اتاخر كتير قوي. هو من المفترض ان احنا كانت الرياضه كده زمان، كنا بنشتغل على كده من زمان، ولكن الحدث بصعوبته بانه حدث كبير وصعب جدا علينا كلنا كمصريين، الا انه بدايه لتغيير مفاهيمنا كلنا، وليكن كل واحد يبتدي من نفسه، سواء اداري، سواء مدرب، سواء حكم، سواء اعلام، يعني على كل المستويات. اتمنى، وطبعا احسن حد تزرع فيه من البدايه بقى عشان تلاقي جيل محترم يعرف يعني ايه رياضه ويعني ايه مكسب وخساره، زي اللي بنشوفها بره وزي اللي شفناها زمان. كانت الدنيا كلها عادي جدا، بتكسب، بتلعب مباراه في تنافس جوه شديد جدا في الملعب، بتخرج بره الملعب خلاص انتهى الامر، صاحبك زميلي في المنتخب في المدرسه، بنخرج مع بعض، مفيش اي حاجه. فاتمنى انها تكون بدايه. النهارده لعبتوا ماتش مع فريق انبي البراعم اللي قدكم من سنكم، قول لي اللي حصل في الماتش ما بينكم وما بينه. مهرجان حلو، ماتش حلو. فرقة انبي فرقة محترمة. بنقول لكل جمهور لا للتعصب، سواء جمهور مصر كله، واحنا اخوات مع بعضين. هو احنا النهارده يعني لعبنا كويس، وما كانش فيه اي خناقه ولا اي حاجه، كلنا اخوات، ويعني احنا مش عايزين خناقات ولا اي حاجه، يعني مش عايزين تعصب، كلنا اخوات وايد واحده. الماتش كان حلو، المهرجان كان مش للتعصب، حتى لو كنا كسبنا او خسرنا كلنا احنا اصحاب. ننتهز يعني الفرصه العظيمه دي ان احنا بنشكر فيها النادي الاهلي، لان دي فكره جميله. بنعلم البراعم الصغيره، بنرسخ جواهم او بنثبت جواهم حته ان انت لا للتعصب، لا للعدوانيه، نعم للحب، نعم للامن، نعم للامان، نعم للجهد، ان هو يجتهد ويبقى عنده ولاء وانتماء لناديه والوطن ومدربه. حاجه جميله ان شاء الله تتكرر مع انبي ومع كل الفرق. يعني اتفقت انا وكابتن ابراهيم اهوت ان شاء الله، يعني ناخده هو وفرقه ونروح المحله ونروح نلف برضه زي ما هنعمل مع كابتن محمود سعد بعد كده ان شاء الله باذن الله. انتوا نورتونا وشرفتونا، ده كان يوم جميل، وهو كان جميل فيكم انتوا. يعني سعداء بحضرتك كابتن النادي الاهلي ومجلس ادارته ولاعيبته وجمهوره، وان شاء الله تتكرر الزيارات وتتكرر الايام الرياضيه كلها ان شاء الله. شكرا.